خص سفيان فغولي قناة السفارة الفرنسية بحوار تحدث خلاله عن عدة نقاط هامة تخص المنتخب الوطني وناديه ويست هام يونايتد. Ça a dû être une énorme déception pour vous de ne pas faire partie du groupe de l'E15. Ouais, bah bien sûr, écoutez, moi l'Algérie c'est dans le sang, donc bien sûr j'étais déçu. Après voilà, je leur souhaite le meilleur et j'espère qu'ils vont réussir à la CAN. Est-ce que l'E15 vous a expliqué pourquoi vous avez mis à l'écart? Pourquoi des arguments sportifs. Après, vous savez, c'est compliqué en Algérie. Malheureusement, j'ai pas été sélectionné. Et voilà, je suis prêt à répondre présent et je suis avec eux. J'espère qu'ils vont faire un beau parcours et nous faire plaisir. هو تصريح أدلى به نجم وسط ميدان المنتخب الوطني المبعد من كأس إفريقيا سفيان فغولي لقناة السفارة الفرنسية قبل المردود الكارثي للخضر وتعثرهم في المباراتين السابقتين أمام زيمبابوي وتونس. لاعب ويست هام قال إنه يحمل الجزائر في قلبه رغم كل شيء، وأن ليكانس أكد له أن سبب إبعاده رياضي فقط ولم يضعه أحد في القائمة السوداء. وقال سوسو إنه جاهز لتلبية دعوة الخضر مجددا. ويذكر أن فغولي قرر البقاء في البريمير ليج وعدم المغادرة نحو مارسيليا أو نادي روما اللذين طلبا خدماته، وذلك بعد أن أثنى عليه مدرب المطارق بيليتش وأكد له حاجته الماسة لخدماته في مرحلة العودة. على صعيد آخر قال العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر إن فغولي خرج المستفيد الأكبر إلى جانب مرجاني بعدم المشاركة في الكان، فمن جهته ضمن مكانة في ناديه ويست هام الذي تراجع عن تسريحه، في حين ظفر مجاني بعقد جديد مع طرابزون سبور التركي في وقت يسجل فيه الخضر مشاركة كارثية إلى حد الآن في الغابون، ما جعل أسهمهم تتهاوى. على المباشر انا اسمح لي ما تهضرليش على الذاتيه والموضوعيه. انا كي تقول كل واحد عنده امور شخصيه وما يكونش موضوعي، انا نحس روحي كونسيرني، انا مانيش موضوعي. اعطيني حاجه عندي فيها مصلحه باش نهضر على كره القدم الجزائريه. اللي بالك عنده مصلحه يا حفيظ، انت اللي كنت الناطق الرسمي تاع لا فيدراسيون، ماشي انا اللي كنت الناطق الرسمي تاع لا فيدراسيون. انت تنتقد كل شيء خارج الرياضه، كي تلحق الروره ما تهضرش فيه. اليوم ما تعطيش دروس، ما تجمعش. اذا كان اليوم انت حفيظ عندك امور شخصيه تخليك تدافع على روراوه وما تهضرش على الفضائح وتهضر على الجانب الفني، لا 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 لا، ما تهضرش بكل واحد في البلاطو. اهضر على نفسك حفيظ، هضر على نفسك، ما تقولش كل واحد في البلاطو عنده امور شخصيه. انا ندافع بحجج وبراهين، ما عندي حتى علاقه وما عندي حتى مصلحه. اليوم انت اسمح لي حفيظ، نسمع التعليقات تاعك كونتي ساجي دان جوار اللي يلعب في البطوله الجزائريه تذبحوا على المباشر. كونتي ساجي ان جوار اللي يلعب في بطوله اجنبيه تخفف عليه. اليوم احنا انت على بالك رئيس اتحاديه جاب لك 4 اونترينور، 4 مدربين في سنتين، جاب لك ان اونترينور شهرين قبل لا كوب دافريك ومد لوبجيكتيف التتويج، جاب لك ان اونترينور رايبات حوزوه له لي جوار في 3 شهور، جاب غوركيف ما جامي كان ان اونترينور سيليكسيون ناسيونال ومن بعد حاوزو. انت واش تفسر هذه؟ كيفاش اليوم انتيا اذا كنت موضوعي يا سي حفيظ ما شفتش بلي رئيس الاتحاديه هدم كره القدم الجزائريه وهدم المنتخب؟ ما تهدرش على الذاتيه، ما تهدرش على الموضوعيه، اهدر على نفسك. شو انا نعطيه له حق الرد لانه نعم كونسيرني يقول البلاطو كل واحد ما تجمعش حفيظ، ما تعطينيش درس. ارجو ان نعطيه حق يهدر كيما حد. نعم ارجو كنت ساكت، كنت ساكت كنت تسمع بداية. ارجو حتى يتحدث. نعم من فضلك تفضل حفيظ حتى نعطي حق الرد. تفضل سامحني تفضل. ممكن تكلم. طبعا تفضل طبعا سامحني. اولا انا لم اقصدك ولم اقصد اي واحد. شو كونسيرني قلت كل واحد. ساعتك رفيق من فضلك ساعتك تفضل. نعم. اولا انا لم اقصدك انا مسؤول عن ما اقول ومسؤول عن ما اكتبه ولست مسؤولا عن ما يفهمه الناس. انت من حقك يا رفيق تتكلم بكل حريه وبكل ادب وبكل احترام ما شئت وتقول ما شئت، وانا احترم رايك وانت احترم كل راي يقال سواء في هذا البلاطو او في غير هذا البلاطو. انا لم اقصدك ولم اتحدث عنك وانت حر في ارائك، وانا عمري ما انتقدتك على رايك اتحدث عن رايك. فبالتالي لا اسمح لاي واحد ان ينتقدني على رايي، ممكن يناقشني فيه ولكن لا انتقدك على موقف مش على راي. انت على موقف حقيقي. انت قلت كل واحد، تقول في التاكيد في لافيرماتيف
وعلى بالي كل واحد عنده امور شخصيه. صافي دير انا اليوم كي نعطي راي عندي خلفيه، ما عنديش خلفيه حفيظ وانت على بالك. انا لم اقل العيب ولا ما قدمتلكش الحجه. اليوم انا نقول لك راهو مليح ولا ماشي مليح، العيب عليا ولا ما قدمتلكش الحجه ولا الحجه ما تمشيش. انا نعطيك اليوم حجه تقول لي كل واحد عنده امور شخصيه، اللي عنده امور شخصيه يهضر على نفسه حفيظ. يعني نعاود نقول لك يا رفيق، انت اتهمتني باشياء ما نرداش عليها لانه انا نخلي الحكم للجمهور. انا نعاود نقول لك بانه انا مسؤول عن ما اقول وما اكتب ولست مسؤول عن ما يفهمون الناس. انا لم اتهمك ولا اتهمك باي شيء. اذا شعرت بانني قصدتك من كلامي فانا لم اقصدك تماما، لا انت ولا حرحاد ولا اي واحد من الاعلاميين. بالعكس انا نقول لك انا احترم كل وجهات النظر وارجو ان يحترم الناس وجهات نظري. وانت تعرفني جيدا يا رفيق بانني انا شجاع لدرجه كبيره الى حد انني اقول الاشياء للناس المعنيين في اي مجال كان اقولها لهم في وجوههم بما في ذلك اصدقائي. انا تعرفني نعم دقيقه من فضلك. لكن لماذا هذه الاتهامات؟ انا المهم نعم انا بلغتك الفكره تاعي وانا ما قصدتكش يا رفيق. نعم حفيظ الرجل، لماذا مثلا رفيق وحيد حتى مصطفى معزوزي الامس حتى اعطي له حق الرد، لانه كنت ابحث عن حق الرد لحفظ. لماذا هذه الاتهامات تساق اليك حفيظ دراجي؟ سامحني انا لم افهم سؤالك. قلت لك لماذا هذه الاتهامات تساق اليك؟ مثلا رفيق وحيد الان لست ادري، انا اقول لا نعم ما اتهمتوش. نعم. انا رديت اني نسمع قلت البيت اني حبست عندي قلت لانه هو قال لك اتهمت. لا ما اتهمت. لا قال اني نسمع. انا ماشي اتهم حتى واحد. نعم كنت نسمع. نعم. واش راهو يقول هو كل واحد عنده امور شخصيه، يعني كل واحد فينا عنده امور شخصيه اللي تخليه يتكلم. نعم. ما عنديش انا رديت ما عنديش. لماذا شعرت لماذا انت معني؟ اللي قال كل واحد هنا في البلاطو، احنا راني في البلاطو وراني مانيش في دارنا، راني في البلاطو راني معاكم شي كونسيرني نرد. انا ما عنديش امور شخصيه. انا كون جو كريتيك ندير ان بابي كريتيك ولا نجي في البلاطو نهضر يا حفيظ قلت لك جافونس دي زارغيومون. دوك الناس ولا تشوف من هذا المنطق تي افونس دي زارغيومون وتتكلم وتطرح القضيه كيما راهي وتبين هذا الرئيس خاطئ غلط ولا هذا اللاعب غلط ولا المدرب غلط، تشوفوا فيه تحامل. هذا ماشي ذنبي حفيظ. اليوم اسكو لازم نكون انايا في نفس النظره ديالك ولا النظره تاع حكيم باش نكون مليح؟ انا مانيش نستنى الناس تثني عليا، لا انقل جزاء ولا شكورا من احد. انا نسي نقدم خدمه لكره القدم الجزائريه، خدمه اعلاميه بالطرح تاعي بالحجج تاعي حفيظ. مانيش في صراع معكم. احترم وجهه نظرك يا حكيم حتى يا رفيق حتى ولو اختلف معها. انا احترم وجهه نظرك. مش عارف لك تسمع فيا ولا لا. نعم حفيظ لماذا تسمع؟ نعم نظرك ارجو ان خلوني. نعم طبعا الاحترام يكون متبادل، طبعا هذا شيء مفروغ منه. لماذا هذه الاتهامات مثلا لحفيظ دراجي؟ مثلا من قبل معزوزي، الان الحديث طبعا على حفيظ دراجي بالذات. لماذا في رايك حفيظ دراجي؟ ممكن لانه في السوق نجيب لما تتكلم عليا بكل تواضع ممكن يشوفوها الفيديوهات في اليوتيوب. انا نطرح السؤال يعني اللي تعنيني انا. ممكن هذا السؤال يطرح على اللي ذكرته. انا الاشياء اللي تعنيني انا اطرح لي السؤال نجاوبك. نعم سأعطيك طبعا. انا اسمع حكيم اقول لك ما تدخلنيش مع اكس ولا ايجريك. انا ما ادخلك. لا انا مباشر معك. لا انت تفهم لي نهضر باش يشوفوني في اليوتيوب. لا انا هو قالها انا لست انا. لا مانيش عليك يا حفيظ. انا رديت في واذكر لي واحده في سياق. لو اليوم جبتني في بلاطو هضرت على حفيظ دراجي ولا هضرت على حرحد هو ما كانش موي حبيت ندير اسم. هل ترى نعم حفيظ دراجي هل ترى ربما موافقتك دائما لسياسه رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم محمد روره وهذه قناعتك هي التي سببت ربما بعض المشاكل للبعض؟ هل سمعتني يوما تكلمت عن روراوة؟ هل قرأت لي يوما كتبت عن روراوة رغم أنه يستحق أن أكتب عليه بالإيجاب ويستحق أيضا أن أكتب عليه بالسلب؟ أنا بقيت على مسافة لو تلاحظ على مسافة مع صديق تاع 25 سنة. أعرف الكثير من الأشياء عن كرة القدم وأعرف الكثير من الأشياء عن الاتحادية لأنني كنت فيها، وأعرف المجهودات والضغوطات وأعرف السلبيات وأعرف النقائص. ففضلت يا حكيم وأنت تعرف جيدا أنا عمري ما تكلمت على روراوة ولا بالخير ولا بالشر، لأنني بقيت على مسافة لأنه عارف بأن الناس عارفين علاقتي به التي تدوم لمدة 25 سنة، وهذه علاقة
اخوه وصداقه ولا واحد ما يقدر ينزح عليه، ومن حق اي واحد يكون صديق، ولكن يجب ان تعرف، وانت تعرف جيدا يا حكيم، نعم. بانني انا من اكثر المنتقدين له، وهو ايضا من اكثر المنتقدين لي، لانه الصداقه والاخوه تفرض على بعضنا البعض اننا نقول في وجوهنا. عمري ما